عندي هجيب حاجه طبق مسطح زي كده، وهجيب عندي العرق السوس بتاعي، مثلا شويه عرق سوس، وهجيب معاهم كربوناتو. ده الكربوناتو بتاعي. طبعا احنا يا جماعه، احنا مش كل الريسيبي بتاع الحاجات دي او كل الافكار اللي احنا هنقدمها كاتبينها، لكن احنا بنقول الفكره واحنا مع بعض، وانتوا معانا هتتابعوا معايا الموضوع بيتعمل ازاي. يبقى انا كده مجرد ان انا جبت العرقسوس هقلبه مع الكربوناتو بتاعتي، كربوناتو الصوديوم، واقلبها. محدش يروح يحط باكنج باودر يا جماعه، الكربوناتو حاجه مختلفه شويه عن البيكنج باودر. هقلبهم مع بعض كويس. بعد كده هجيب شويه ميه دافيين، شويه صغيرين جدا، هبتدي احطهم كده معاهم. شويه ميه دافيه مش سخنه مش بتغلي. وبعديها هبتدي كان في شوكه يا عادل تتكلم يا احمد. طيب هبتدي اقلب ده كده بالراحه باصابع اليد، وابتدي اعجنه مع بعضه. املى لي شويه ميه يا احمد بعد اذنك. ميه احنا خلاص الميه الدافيه احنا هنا اشتغلنا بيها وحطينا الميه دافيه. بعد كده بعد ما هقلبه مع بعض كويس جدا، اتاكد بس ان مفيش باودر عندي، كله واخد نسبه من الميه. بعد ما هعمل كده هتلقوا فيه ريحه جميله جدا طالعه من العرقسوس، ريحه نفاذه جدا، هي دي ريحه العرقسوس نفسه. هسيبه، هديله سلكه ميه كمان صغيره كده عشان بس اتاكد هيبتدي يتخمر عندي او يبتدي يشتغل العرقسوس بتاعي. المفروض ان انا عملته كده، بحطه في مكان دافي. بعد ما خلصته كده احطه عندي في مكان دافي لفتره حوالي بتاع 6 ساعات تقريبا في مكان دافي خالص. بعد ما احطه 6 ساعات في مكان دافي او معرض للشمس الخفيفه، هبتدي بعد كده هنقول احنا هنعمل فيه ايه. اللي بايت وادي او اللي معمول من قبلها ب3 ساعات او ساعتين وات ايفر، ادي اللي احنا لسه عاملينه يا جماعه، وادي اللي بقاله فتره. هتلقوا اللون اختلف، لون العرقسوس نفسه اختلف يا جماعه. ده بقى اسمر شويه وده فاتح شويه. يبقى ده كده العرقسوس بتاعي ده اغمق من ده. بعد كده العرقسوس هعمل فيه ايه؟ هجيب شاشه او سوري يعني يا جماعه، زي احنا هنتكلم نتباسط مع بعض شويه. هجيب شراب جديد، بلاش الشراب اللي ملبوس قبل كده عشان محدش يزعل. هجيب شراب جديد خالص يكون قماشته كويسه، وهروح جايب الشراب ده واروح حاطط فيه. وعلى فكره كل الستات في البيوت بتشتغل بالشراب يا جماعه، محدش يقول شراب ازاي. هروح جايب ده واروح حاطه كده في النص زي ما انتم شايفين. ادي العرقسوس بتاعي كده، وهروح مجمع الحاجات بتاعتي كده كويس، واضغط عليها قوي، كده بقى، واحاول اربطها، اطلع كده منها حته واربط العرقسوس بتاعي او الشراب عشان محدش يقول شيف خالد قال شراب. بس صدقوني يا جماعه احنا يعني انا اتعلمت الحاجات دي في البيت من امي مش من حد تاني، واتعلمت ازاي ممكن اعمل العرقسوس، ازاي ممكن اعمل الحاجات دي كلها منها هي. ويمكن انا ما شربتش عرقسوس في حياتي افضل من اللي كانوا بيعملوه في البيت. بعد كده يا جماعه انا عملت ده كده. هعمل ايه بعد كده؟ هروح جايب حاجه عندي، بوله كبيره او طبق كبير يا احمد. طبعا الناس اللي عندها ضغط واللي بتشتكي من الضغط يفضل انها ما تشربش كتير عرقسوس، لانه هو من الحاجات اللي بتعلي الضغط، لكن ليه فوائد كتير جدا 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 يا جماعه. لو قعدنا نتكلم عنها للصبح مش هنوفيه حقه. بعد كده ببتدي هحط كده عليه الميه بتاعتي كويس. ادي الميه بتاعتي، وهحط عليه تلج، وهنشوف بعد شويه بعد ما اسيبه كده. انا كده عشان ما ارجعش اصفي، وهضغط عليه هو كده. ابتدي احطه واضغط عليه، هسيبه كده يبتدي يتشرب في قلب البوله بتاعتي. هو هيتشرب بعد كده. لو هشيل دي هتبصوا بقى العرقسوس بتاعي بدأ يتركز عندي وبقى موجود. يبقى ده كده العرقسوس بعد ما عملته. هسيبه يشرب ميه براحته. ويا جماعه كل ما زودت له ميه كل ما تيسته بيبقى احلى. والحاجه الوحيده اللي مش محتاجه انها تتحلى ولا محتاجه سكر ولا محتاجه اي حاجه، ميه تاني يا احمد بعد اذنك.